السلام عليكم اخواني اخواتي المغاربه. اليوم كنتواجدوا بمدينه إدنبرغ في دوله اسكتلندا، وخرجنا للشارع باش نسولوا الناس المغاربه على الاراء ديالهم في الفيلم الجديد ديال نبيل عيوش ماتش لافت. خليكم معنا نشوفوا شنو غادي يقولوا. واش غنقول لك، يعني بالنسبه لما تسرب من الانترنت من الفيديوهات، يعني اللي شفناهم اللي فيهم الرقص وفيهم الخمر وفيهم كذا وفيهم بزاف ديال الحوايج اللي هما ضد الثقافه ديالنا. يعني داك الفيلم ما خصوش يكون يعني ديك الدرجه ديال الجرأه. الرأي ديالي في هذا الفيلم هذا ما متفقش مع الفيلم، لأن حنا أولا دولة إسلامية، والأصل ديالنا ماشي ما معودينش على بحال هاد الأفلام هادو وتنتمناو إن شاء الله يحبسوه يمنعوه. واخا انا ماشي الفيلم خصو يدار في السينما، واللي بغاو يتفرجوا فيه اللي بغاو مشى حتى شي واحد ما تبزز عليه باش يمشي يتفرج. انا باقي ما شفتش اللقطات، ولكن غادي نحاول نتفرج فيه. واخا المهم انا بان ليا من نظري انا خصو تيدار في السينما ونحكموا عليه. مازال ما تفرجنا فيه، حتى شي واحد ما تفرج فيه ما نقدروش نحكموا عليه، وهذا هو الراي تاعي. وحنايا دوله متقدمه. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كندوي على هذا الفيلم ديال نبيل عيوش اخويا. بصراحه هو فيه شويه ديال فيه البسالات بزاف، فيه بين فيه بزاف. واخا غير هاد اللقطات هادو اللي شنا حنايا، شنا لقطات خايبين، وما يمكنش للعائلات يشوفوه مع والديهم، ما يمكنش للدراري الصغار يشوفوه، ما يمكنش لنا نشوفوه مع والدينا حتى حنايا، لان دوله اسلاميه. انا بعد ما كان عندي شي حاجه ممنوعه ولا حاجه اوبن مايند، راك عارف حنا كبرنا هنايا ماشي، ولكن الا عاوتاني فات الحدود راه شويه قاصحه بالنسبه للكالتشر ديالنا وثقافتنا وكيفاش كبرنا وهذاك الشيء. راه كاين ليميت، واخا هكذاك تبقى تشوف كاين ليميت. انا مع المنع، وقريت على السيناريو قلت هذه ما كاينش شي قصه كيمثل المراه المغربيه زعما في العمق. احنا كلنا عندنا خواتاتنا، عندنا عائلاتنا، كاين واحد القله، ولكن ماشي كاع النساء ديال المغرب بحال في هذاك النوع. الوالده الله يشافيك، الوالده الله يشافيك الوالده. وانا ان شاء الله قريب ان شاء الله نجي نشوفك الوالده ونجيب لك شويه ديال البوينتات ما تخبيش.